وثانيا بأن المجتمعين في فاس غير مخولين من الشعب العربي ببيع القضية والاعتراف بالعدو والجلوس مع من اعترف بالعدو واجتمع مع بيكن وصار معه من كتف على الكتف في جنازة الخائن أنور السادات. إن الذي يجتمع مع هؤلاء الخونة ويشترك في مناقشة جدول الأعمال هذا على الشعب العربي أن يتهمه بالخيانة العظمى وأن يحاكمه كما حاكم أنور السادات. ولكنها لم تحرك ساكن. أليست هذه خيانة؟ أليس هذا خنوع؟ وكان يجب أن تتدخل الحكومات العربية إلى جانب ليبيا عندما هاجمها الأسطول الأمريكي داخل مياهها وأجوائها الإقليمية، وكان يجب أن تتدخل الحكومات العربية للدفاع عن لبنان وعن بغداد وعن تبوك. إذن الخيانة لم تنتهي بعد، ولم تنتهي بنهاية السادات، كما أن السادات ليس آخر الخونة. السادات واحد من الخونة العرب، ولكن كان أكثرهم شجاعة وأكثرهم غباء. إذا لا زلنا مع خونة جبناء وأذكياء، وعلى الشعب العربي ومؤتمره هذا أن يؤكد أنه لا مهاجم مع الحكام الخونة الجبناء الذين لا يزالون يتحكمون في مصير الجماهير العربية، ولا لقاء مع مصر على طرف الاعتراف بالعدو والتسليم في فلسطين. وعلى العكس يجب وضع كل الإمكانيات تحت تصرفها إلى إعادة الحضيرة العربية للمناورات العسكرية الأمريكية التي هي غزو حقيقي للوطن العربي لا زلنا نعتبرها من الآثار الخيانية القذرة